مشاهدينا الكرام، أحييكم أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من بودكاست الدوري الاقتصادي. ضيف اليوم هو أحد نجوم الكرة الجزائرية، أو إن صح القول أحد نجوم الكرة الوهرانية، الملقب ببابي والمعروف براح المشري راح. السيد مشري بشير، السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بك. السلام عليكم الأخ، نشكركم على الاستضافة، وإن شاء الله في أوقات مليحة معكم إن شاء الله. أنا تعفق الدوش إن شاء الله. السيد المشري يعني لا يزال العطاء للكرة الوهرانية خارج مستطيل الأخضر كتقني، يعني هو كمدرب الآن ولاعب سابق لمولودية الجزائر العاصمة ومولودية وهران والعديد من الأندية. نفتتح المشوار على بركة الله، مشواره الكروي نتعرفوا عليه مع بعض. كوتش، وضعني في الصورة كيفاش كانت الانطلاقة تاعك كلاعب؟ في البداية أنا الانطلاقة تاعي كانت في سنة 85، وبالأحرى الانطلاقة الصحيحة كانت في الأصناف الدنيا تحت دائما مع فريق مولودية وهران، وقبلها كنت مع فريق المدرسة تاع الحي من عبد الرحمن بقيادة المحنك والأب والسيد قصباوي، كان مدير المدرسة. في نفس الوقت كان المدرب نتاعنا هو اللي اكتشف عدة مواهب إن شاء الله نتكلموا عليها في الحوار نتاعنا على هذا المكون، هذا المربي السيد قصباوي. وهذه كانت الانطلاقه تاعنا. ثم فريق مولودية وهران كنت في الأكابر سنة 84-85. أول لقاء تاعي كان لكأس الجزائر. جوستومون كوتش، على الحديث عن اول لقاء في البريمي ماتش كان سبق وين وصلنا انه يعني والناس كامل تعرفها انك ماركي ديجا 2 بوت في الاول انطلاقه تاعك، وعلى حارس معروف جدا اللي هو حارس اسماني. احكي لي كيفاش كانت هذيك، كيفاش كان هذا اللقاء؟ يعني انا واحد من الناس كون ندخل البريمي ماتش نكون مستريسي. كيفاش شو اللقاء الاول تاعي؟ ديجا انا كنت ندرس، كنت في الثانويه، وكان بعد الرجوع تاعي للمنزل لقيت زوج من سي دو ديريجون من هادو نقل عليهم كانوا من محبين ومناصرين لفريق مولودية وهران، ونترحموا عليهم باسكو هادو في الزوج هادو اللي كانوا هما يستناوني، كانوا قالوا في باش الصيف. هادو في زوج الله يرحمهم، الله يرحمهم عليهم في هذه المناسبه. وسيتي اون بارت مولودية وهران والمولودية الشعب المولودية. كانوا قاروني في الكورس تاع العصا، وكان فيها استناوني، ودخلت عند الاهل تاعي، الوالدين تاعي كانوا رفضوا باش نروح للصيف ونلعب، باسكو كانوا ديجا الفريق كان في الصيف لعبوا ماتش ضد فريق عين ليلى. مع كنت صغير في السن، ضد فريق عين ليلى، باش نلحقوا معنا في السياره مع المرحوم ثاني بالليم الله يرحمه. والوالدين على بالك هما بريفير توجور ولدهم قدامهم وثاني القرايه، وخافوا ولاتهم الموتيفاسيون سيتو جاتني في نص العام. وبعد جدال واخذوا رد منا، وفات الوالده تاعي الله يرحمها هي اثرت عليه وراح لي وجدت الصاك تاعي. ديجا هي فات كانوا يهضروا مع بوي، ديجا كانت وجدت لي الصاك تاعي باش نسافر للصيف. ومن ثم رحت معهم انا بالليم الله يرحمه، رحنا درنا سفريه للصيف. الكواليس يعني كيفاش دخلتوا؟ ونعم تلاقيت اسمك في لا ليست، وصلنا الصيف. دخلت بدنا اون جورني، لا دوزيام جورني درنا حصه ودخلنا المقابله. هذا اول لقاء تاعي بالفريق وفاق الصيف، وتم كانت الانطلاقه. كيفاش كان الشعور تاعك وانت داخل راح تلعب اول مباراه ليك، وخاصه العامل الكبير اللي هو السن؟ يعني شعور احساس تاع فريق مولودية وهران مع الاكابر، مع المضامين اللاعبين، والفريق كان ديجا تحصل على كاس الجزائر في سنه 84. اللاعبين كبار في المستوى، تشوفوا محداك تهيب حقيقه. الدخول تاعي كان محتشم في وسط هذيك اليومين اللي قعدت معاهم في النزل، وكاع كانوا يشوفوني شابا في لونطرمون بعد ما كانش في العشاء الشومبرا والملعب. والدخول تاعي بالمقابله الاولى كما ذكرت لما المدرب مشي عبد الله يذكر على خير ولا يطول في عمره وان شاء الله يعطيه صحته، هو كان السبب تاع الانتقاء تاعنا وتاع عده لاعبين اللي كانوا ماشي في مستهدف فوسي بالعطوي الزروقي، عده لاعبين 6 اسماء اخرين. كان هو اللي
عطانا الفرصه باش نلقوا مع الاكابر. واللقاء هذا كان اول دخول تاعي لما المدرب مد لا كومبوزونت باش ليكيب تدخل قسم عام مشري هو يدخل. جوستومون كوتش، بالحديث عن الكوتش مشري اللي كان مدرب انذاك، يعني في لا ليست كي كانوا داخلين كانوا شافوا باللي المشري وحسبوا باللي المشري هو اللي راح يلعب، صحيح ولا راح ندير لا فورماسيون ما بيش لا صحيحه ولا غلطه؟ لا انا هذه قالوها لي اللاعبين، قال على بالك كيفاش خافوا لا قالوا المشي حسن هادشي غادي يدخل يلعب. من بعد صابوا مشري صغير ومن بعد دخلنا الحمد لله. اللاعبين هادو الله يبارك ما شاء الله عاونوني في ديك المباراه. تعرفوا اللي واحد 17 سنه صغير جونيور في الماتش تاعه بدا ماشي سهل. بدا فريق وفاق ستيف، فريق كان فيه ارمضه تاع اللاعبين الكبار، وفي هذاك اول لقاء فزنا ب 4-1. الفريق كان لازم نفوزوا في هذيك المباراه، الفريق يحتل المركز الثاني ونكونوا في الوصفه، والحمد لله فزنا ب 4-1 في ستيف وسجلت هدفين في اول لقاء. سيتي مون بريمي ماتش وين الحمد لله ربي وفقني، ومن ثم كانت انطلاقه تاع اول مبلغ تحصل عليه المشري او اول راتب ان صح الله. وراتب ما كانش عندنا راتب، لا بريم كما كان لي بريم ما كانوش حاجه، كان 500 دينار 250 دينار تاع ليبوك. كانت تدير مع بعد سيتي لا ريفورم كنا مع شركه تاع النفط وين تما وين دخلنا شغل، كنا نخدموا كونتراكتيال داروا لنا سالير الحمد لله، سالير تاع 1800 دينار جورو. ومن تما كنا نلعبوا في لامور دي كلوب، لامور تاع الفريق، تلعب على الولايه نتاعك، تما تكون واش عندك باش تفرح الجمهور تاعك. سيتي لوبجيكتيف نيميرو 1 لما تالق وتكون فريق مدفوع. كوتش قبل ما نعاودوا نولوا على الشركه ندخلوا للكاس الافريقيه، وين فكرتني بلا فينال اللي لعبتوها في 19 جوان كونتر الرجاء البيضاوي. جينيرالمون كانت انا ذاك المونديال كانت تستقبل المباريات تاعها في بوعقل. هذيك المباراه النهائيه استقبلتوها في 19 جوان. ما السر ما وراء ذلك؟ شوف قبل ما نروح للسؤال هذا نكمل لك على الصعود تاع صح تاع بعد من السؤال تاعك. وبعد هذاك اللقاء لعبنا الدور ربع نهائي ضد رائد القبه، فزنا 1-0، كنت سجلت الهدف والفريق فاز 1-0. ثم لعبنا الدور نصف نهائي ضد فريق برج النايل وين سجلت الهدف تاع التعادل، وكنت شارك في الهدف الاول، ودنا فزنا للنهائي وفزنا ثم كانت سلسله تاع لما كنا لا شونس معاك والمكتوب العربي يوفقك، دونك شوف تجي مسلسله البروز نتاعك والظهور نتاعك كيجيك شغل مرتب. توفيق الوالدين تكون قادر تلعب لي ماتش ماركي، بعد دير 2 ماتش 3 ماتش تكون بارز فيه، ما تكونش مليح ولا تعطي لا كارير تاعك. دونك شوف كي جات الحمد لله ربي وفقني، جات المسلسله كارديو ستيف ثم كارديو فينال ثم ديمي فينال ثم لا فينال. شاركت الحمد لله، شاركت في الفوز تاع الكاس الجزائر وفرحنا الجمهور تاع الحمد لله. نعودوا اللقاء تاع النهائي تاع اللقاء النهائي اللي كنتوا استقبلتوا الرجاء البيضاوي في 19 جوان، الوغ كنتوا تستقبلوا في بوعقل. نعم، اغلبيه تاع اللقاءات تاعنا كنا هدرنا في بوعقل، الدور الثمن النهائي وربع النهائي نصف النهائي كلها كانت في بوعقل. واش هو السبب اللي كان باداء ونتيجه والفريق كان في القمه في المستوى، الفريق تاع 89 سيتي يقول لك مام هما رشحوه كاحسن فريق في تاع المونديال في كل مشوار الاوقات. وما ننسوش من اللاعبين الكبار واللاعبين القمه اللي كانوا فريق مولودية وهران كفريحه وكوسي وهدي الله يرحمه وبديار ولاعبين اللي سقوا مهدي وخشره وشرقي، بزاف اللاعبين اللي ما ذكرناهمش يسمعوا لنا. دونك بصح لا جينيراسيون تاعنا كانت اون جينيراسيون اكسيبسيونيل، جاو تلاقاو لاعبين في ديك المرحله هذه وين قدرنا نبرزوا ونتألقوا وصعدنا النهائي. والنهائي كانت نكسه للكره الجزائريه والكره الوهرانيه، وخاصه اللاعبين والجمهور تاعنا اللي ضيع نجمه اللي يكون نورمالمون اليوم راهي معلقه في المايو تاع القميص تاع مولودية وهران، تزين الفريق القميص تاع مولودية وهران. دوماج انا دائما نأسفوا على
على هذه، ولو انه وقعت فيها اشياء اللي كانت اثرت على اللاعبين واثرت على الفريق باش نبيعوا هذا النجمه هذه. والكاس افريقيا باش توصل ماشي سهله، تفوز بالبطوله وتلعب ادوار باش توصل للنهائي، ما يسهل مع فرق كانت فرق كبيره، خاصه الفرق المغاربيه تاع الشمال افريقيا كما تونس والمغرب، كانت عندهم لاعبين فرق في المستوى كلوب افريكا والترجي التونسي، في مصر كان الاهلي والزمالك، وفي المغرب كان الرجاء والوداد. هادو كانوا حتى الفرق الافريقيه تما اللي كيف تاع كوت ديفوار ولا اللي كيف تاع الكاميرون ولا تاع غانا، ولا هادو كانوا عندهم لاعبين في القمه في المستوى، ولا زومبي ولا اش كانوا اللاعبين تاعهم لاعبين اغلبيه اللاعبين تاع الفريق الوطني. لما تلعب مع فريق احسن فريق تاع اللي دار البطوله في زامبيا، فريق متكون 19 لاعبين تاع الفريق الوطني، لما تلعب مع اي فريق تكون الوسط تاعو سيدي لاعبين دوليين، عكس الوقت هذا اللي نشوفوا فيه لاعبين اغلبيه اللاعبين الممتازين تاع الفرق اللي قاموا ناسيونال قام في المحترفين. عليها شويه السبب اللي خلاكم تستقبلوا في 19 جوان على غرار. احنا من تكلمنا معاهم قلنا لهم الفريق تاعنا راه يتالق، والفريق عندنا فريق تقني لاعبين في المستوى، ناخذ باللومي كاين ماروس يعقوب شي كوزاني يخلص مع مزيان، في لاطاك هذا مزيان، الدفاع متكون ارمات اللاعبين ايكيب فريق متكامل من الحارس المرمى حتى للديزويتيام حتى المدربين، كل الناس كانت في القمه. كذا ولفنا الملعب تاع بروقال وحنا بينا ندو الكاس، الوبجيكت تاعنا سي ناخذ الكاس، ماشي نحوسوا على اللي الحمد لله كان الناس كانت تحب باش تدخل الملعب باش يشاهدوا الفريق تاعهم. قصدكم خصكم ماشي ملعب واسع، انما للانصار الانصار ما يدخلوا يتفرج في دار بصح الفريق اللي الكاس، يعني خاصكم ديروا لا بريسيون للادفيرسير. فوالا تكون تسقسي الجمهور تقول له تدخل تتفرج ولا ندي كاس، يقول غير بغا ويكو بصح ندي كاس صح. يعني هما الاداره مش عارف واحد الاشياء صارت في الكواليس كذا ما تخص اللقاء تاع النهائي باش تلعب في ملعب زبانه، وملعب زبانه هذاك ما كانش مجهز للقاء تاع النهائي تاع كاس تاع اللاعبين تاع فريق الدفاع. كان الجمهور اللي لعب حقا كان ملعب مكتظ عن اخره اللي ما دخل بالك اللي دخلوا مي دوماج. للاسف كانت خساره الفريق انذاك 1-0. لا حنا فزنا 1-0 فزنا 1-0 ونهزمنا بضربه ترجيح. انهزمنا في لا نحكي لك خساره للكاس يعني الكاس. الفريق في وهران ما انهزم حتى مباراه حتى النهائي وفزنا 1-0. لا رحنا ضربات الجزاء خاص انهزمنا في الدار البيضاء انهزمنا 1-0 وفي وهران فزنا 1-0 وكانت ضربة الحظ. كوتش بالحديث عن كوب دافريك والافريك بحد ذاتها، ننتقلوا الى الملف المنتخب الوطني اللي راه مؤدي يعني مباريات جميله ان صح القول. واش هو رايك في الاداء تاع بيتكوفيتش واشباله كذلك؟ لا بيتكوفيتش لما جاء المدرب السليكسيون ناسيونال لما جاء للفريق هو كانت عنده اهداف. عندك كي يجي عندك الاتحاديه عندهم ثاني هما لما تجيب مدرب كان اهداف باش يحققهم المدرب سور بلان وهما كان عندهم استراتيجيك. لا انت كي تجيب مدرب عندها السي في تاع المدرب هذا معروف صديق قال انتصار يحققها ما فيش شك من هذا الجانب. لكن الاتحاديه عندهم ديزيزيونس واش تجيب لنا هو لوبجيكتيف تاعهم سي لا كوب دافريك لي كواليفيكاسيون تاع بصح المدرب كالنظره تاعه هو نظره تختلف عن اهداف تاع الاتحاديه وباين بصح باش يوصل الاهداف تاعه الطريقه تاعه باش يوصل الاهداف عندنا الطريقه تاعه وكيفاش يتعامل مع الجروب اللي عنده باش يوصل الاهداف اللي راه مسطرها هو كمدرب. حنا فاش في واحد المباراه والناس تقلقت شافوا يدور بزاف اللاعبين لا فورماسيون ما كانش في كل مره يكون فريق في كل مره يكون وسط ميدان في كل مره حنا نتكلموا لما هو النظره تاعه ما يتغيرش باش يوصل الاهداف تاعه ما يلاقش يشك في القدره تاعه ولا فريق يفوت في مرحله تاع الشك وما تكونش الاداء مليح
الناس يدخلوا في خاصه المحبين تاع الفريق الوطني تاعنا يدخلوا في بعض الشكل اللي هو كمدرب وعنده الثقه في نفسه وعنده الثقه في العمل تاعو في الستاف نتاعو على بال الهدف وين راح يوصل. الكوتش انتم كمدرب اسكو تخلوا تحافظوا على نفس الفورماسيون والتشكيله يعني تاع اللاعبين ولا تغير التشكيله واللاعبين كذلك؟ لا التشكيله لما تكون عندك انيفيكتيف ريش عندك لاعبين عندك عده لاعبين اللي زاريا باش تشوف مازا ولا تشوف واحد كيما شايبي ولا تشوف كيما عده لاعبين باش تعطي لا شونس كل لاعب ما تعطيش غير مقابله واحده ولا تعطيه عده. هو كان سبق وينذكر يعني المباراه القادمه امام غينيا الاستوائيه قال بلي يعني راح تكون فرصه للاعبين اللي ما لعبوش على غرار مثلا بولبينا اللي شفنا خرج زعفان الماتش اللي فات. شوف لا كوب دافريكا هذه ولا كوب دي موند حاجه اخرى. التورنوا وحده كي يكون كان تورنوا وين تكون فيه عده مقابلات وعندك سوا ديزون كوب دافريك ولا كوب دي موند الاشياء ما تكونش نفس لما تكون تلعب ليزيميناتوار التصفيات بتوصل ماشي كيف دركا تقول لي المقابله الثالثه غادي يلعب رانا عندنا ديجا 6 بوان وخصنا الفريق متاهل غادي يسير يلعب اخرين ماهيش نفس النظره اللي تكون تلعب باش تسكاليفا كوب دو موند ولا تلعب ماهيش سي با باري. عليها قلت لك المدرب تولوي لازم يوصل الفريق لوبجيكتيف تاعه هو سي كيما كوب دافريك سي سير دار مع الاتحاديه ويكون عندها قطره باللي الفريق يروح للنصف النهائي ولا كاس العالم يتاهل كاس العالم ومن بعد تكون فيه كلام اخر. يعني نظن باللي المدرب هذا عنده نظره عنده فلسفه تاعو. الناس دروا يحسوا باللي الفريق الوطني عنده مدرب من نقصوا بالمدربين اللي فاتوا سواء الماضي ولا اللي قبل كل واحد خدم طريقته لكن الطريقه تاع المدرب هذا عنده طريقه عنده ثقه في النفس عنده الثقه في الستاف تاعو وراه يعمل العمل تاعو بكل شفافيه وبكل اريحيه باش يوصل للهدف تاعو. ورانا نشوفوا حتى السيبورتات بداو يتقبلوا النظره بالطريقه العمل تاع المدرب لما شافوا زوج مقابلات وكيفيه كيفاش يتعامل مع المباراه كيفاش يتعامل مع اللقاء مع لاطاكتي كيفاش تغير في كل مره يغيرها في المباراه. عندنا دي كونيسا حتى المناصرين ولاو يعرفوا كره القدم ويعرفوا باللي لاطاكتيك تغير كذا وهذه ونتمنوا ان شاء الله هي يوفق في المقابله الثالثه والمقابله الجايه ان شاء الله بقات فرق قويه اللي غادي يتاهلوا ان شاء الله يفوقوا يكون من الحظ مع الفريق الوطني. بهذه المناسبه نتمنوا الحظ موفق للمنتخب الوطني. اخيرا المقوله تاع راح المشري راح ماني باغي تفهمها انا ما لحقتش عليها وكاين بعض المشاهدين اللي ما لحقوش عليها فهمها. راح المشري راح هذه في الدور النصف النهائي بين فريق زامبي مع المعلق المخضرم والمعلق اللي خلى بصمه تاعو في الكره الجزائريه وفي البلاطويات وكاع في الشاشه باللافوا تاعو بالحضور تاعو بالتعليم تاعو سواء فريق موديفار ولا الفريق الوطني. في النصف النهائي ضد زامبي اذا كان كونت رحت بها انايا خليت تعدي السرعه هربت عليه بها. اي هو مسكين تفاعل مع هذيك راح وراح معها ويقول راح مشي راح وصلنا وشفت ضربه جزاء في ذيك مقوله خلدت التاريخ وقعدت الى حد الان يعني لما نروح باي مكان سواء كبار ولا صغار ولا توجور في اي ابداع في الوطن حنا كونوا نلعبوا في الشرق في الغرب في بارتو وين ديفوا حنا كونوا نلعبوا بطولات مع غير راح المشري راح المشري اسمها غير راح المشري ما يعرفوش كاع ما يعرفها واحد الناس كل ما تقول راح المشري تايا المشري راح سعيد باستضافتك. مرحبا بك في اي وقت في قناه الدوري الاقتصادي. مشاهدينا الكرام نتمنى انكم قضيتوا وقت شباب معنا. نشكركم انتم ايضا على حسن الاستماع. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام عليكم.